ناس ايه يا عم خالد؟ كهربا لعب ايه؟ انتصرنا عليكم، الاهلي جامد، انتصرنا عليكم. كهربا لعب، كهربا عمل 2 اسيست وجاب جون في سموحه وجاب جون في الهاني سليمان. ايه يا عم خالد في ايه؟ انتصرنا، الاهلي جامد، الاهلي انتصر. يعني ايه انتصر؟ يعني ايه الاهلي لعب؟ طب ما كهربا لعب سنه قبل ما يتوقف، ما راح لعب في تركيا. هي القصه قصه لعب؟ ايوه، اصل انتوا قلتوا اللوائح ما تنفعش، وكهربا هيلعب لشهر 9 اللي جاي، وكهربا هيدفع نص الفلوس، وكهربا هيقسط غصب عنكم. طيب، وكهربا راح باس الفانيلا وراح للجمهور، والجمهور قعد يقول كهربا يا كهربا، ومجلس الاداره كهربا لعب، والجمهور الاهلي اوعى كهربا لعب. طب الله، طب انا ببوس الفانيلا بتاعت الاهلي، وجمهور الاهلي بيغني الكهربا، ومجلس الاداره فرحان ان كهربا لعب. ما تدفع الفلوس لكهربا. هو انتصار من غير فلوس؟ طب انت كهربا جامد، وكهربا عمل 2 اسيست وجاب جون، ده كهربا ده صفقه جامده جدا. طب بدل ما تدفع محمد كريستو $1,300,000 لعيب مواليد 2003 ما يفرقش عن مصطفى سعد ولا زياد طارق اللي كان عندك، مبلغ كهربا يا سيدي. ما كهربا صفقه حلوه اهي، صفقه بتجيب لك اجوان وبتعمل لك اسيست، ما تدفعش ليه؟ لا انا عايز انتصر من غير ما ادفع فلوس. طب كهربا بقاله سنه ما لعبش، مش مهم، المهم لعب. طب كهربا على فكره قدامه 6 ايام، بكره اخر يوم ليه عشان يرد على الاتحاد الدولي وما دفعش ليه، مش مهم. طب كهربا عنده يوم 2 فبراير لجنه الانضباط، ممكن تتخذ عليه حكم تاني، مش مهم. طب كهربا ممكن يلعب لشهر 9، طب لو لعب لشهر 9 وانت ما تدفعش الفلوس، مش مهم، يروح في 60,000 سلامه يتوقف بعد كده، ما عندناش مشكله، احنا ما يفرقش معانا كهربا، احنا اهم حاجه عندنا الزمالك، احنا انتصرنا على الزمالك، كهربا لعب. طب كهربا مش لعيب مهم، مش مهم، 60,000 سلامه، احنا عندنا اهم حاجه ان كهربا. طب ما تدفع له الفلوس. لا مش هدفع له الفلوس. ليه مش هدفع له الفلوس؟ طب كهربا ما تدفع الفلوس، طب انت بتحب الاهلي والاهلي بيحبك، وكهربا بيموت في الكوره، ومجلس الاداره فرحان، والجمهور بيغني لك، ما تدفعوا الفلوس. واي مفيش فلوس ولا ايه؟ ده انتوا معاكم 2.5 مليار الميزانيه بتاعتكم، ورعاه وكل يوم راعي وبتاع، وتروح تجيب مع لعيب اجنبي ولعيب تونسي ولعيب مصري، فلوس حلوه و5 فروع وبتاع، ما تدفع لكهربا. بقول لك ايه، مرتضى منصور هتقسط فلوس كهربا غصب عنك، حرام يا اخي، كهربا ده لعيب كوره، قسط له يا مرتضى، يا مرتضى قسط له الفلوس. الناس بتطلب من مرتضى منصور مع حفظ الالقاب طبعا رئيس النادي، بيقول له مرتضى والنبي بعد اذنك قسط الفلوس لكهربا عشان يلعب في الاهلي. طب ما تقسط يا اهلي لكهربا عشان يلعب عندك. يعني حاجه غريبه قوي. طب ما تدي الفلوس لكهربا، ها، واعملها له انت القسط. يعني انت عايز تقسط لكهربا مثلا، مستشار مرتضى منصور يقسط لكهربا ليه؟ هو ابن خالتك؟ يعني يقسط لكهربا ليه؟ مصلحه الزمالك هياخد 80 مليون جنيه عشان يلعب في الاهلي؟ يعني انا بقسط في واحد خني وهرب مني وراح يلعب في النادي المنافس واتعمل له كوبري وافلام، فقسط له عشان يلعب عندك؟ طب ما انت لو انت بتحبه ما تقسط له انت. حاجه غريبه قوي، اديه 80 مليون وقسط له على 3 4 سنين، ولا انت هترميه بعد سنه؟ ولا انت كان اللقطه اهم حاجه عندك؟ انت اهم حاجه عندك اللاعب ولا اللقطه؟ لو اللقطه يبقى عندك حق، العب النهارده، لعب خلاص، لو ما توقفش شهر 9، شهر 9 اللي جاي هيبقى عدى 3 سنين، فاضل له سنه نمشيه والف سلامه. وزي ما قلت لكم يا جماعه، دايما قلت لكم الحمد لله ان انا زملكاوي، مش ملاك، انا مش ملاك، انا مش ما عنديش غلطه. مستشار مرتضى منصور شخص بني ادم عادي بيغلط ويقول حاجات صح ويقول حاجات غلط وقراراته سليمه وقراراته خاطئه، بني ادم عادي في اي مجال عمل عام، لكن انت مش ملاك. ما تجيش تقول لي عصام الحضري هارب، والله ما يرجع ابدا. عصام الحضري ده وحش افريقيا يا جدع، يا جدع ده وحش افريقيا، ده احسن حارس في افريقيا والله. لو بقى مين
القيم والمبادئ ما ترجعوش، ده هرب من النادي الاهلي، هرب من النادي الاهلي. طب كهربا هرب من الزمالك. لا لا، وانا اللي بيهرب من عندي غير اللي بيهرب من عندك. القيم بتاعت الهروب من الاهلي غير قيم الهروب من الزمالك. قيم الهروب من الزمالك تبقى مبادئ عندي، وقيم الهروب مني تبقى مفيش قيم ولا مبادئ طالما هربت من عندي خالص. هو ده بس اللي انا عايز اعرفه وعايز افهمه. القيم بتتقسم ازاي؟ المبادئ بتتقسم ازاي؟ الهربان بيتحسب هربان ازاي؟ وانت مره واتنين يقول لك ايه يا عم خالد، مانشستر يونايتد جاب جون زي بتاع الداخليه. اشمعنى يعني؟ مانشستر يونايتد جاب جون زي بتاع الداخليه. فاروح قايل له بس هو تسلل على فكره، انت ما بتفهمش حاجه. فيجي ابو تريكه يروح قايل ايه؟ الكره تسلل. الكره تسلل على فكره، مليون في الميه في الاستوديو بتاع البيان، تسلل مليون في الميه. فجمهور قال لي اسكت، ايه ده؟ ابو تريكه قال تسلل. فيجي برضو الناس اللي بتقعد تتكلم في اي كلام واي حاجه، وطبعا ما بيطلعوش اي حاجه. هو دي شبه دي، دي شبه دي، دي شبه بتاعت مين؟ بتاعت الزمالك في الداخليه، الداخليه في الزمالك. فطالما الداخليه في الزمالك ودي اتحسبت هدف، يبقى انا كده ايه؟ الاتنين شبه بعض، فدي جون ودي جون وانتوا ما بتفهموش حاجه. فيجي رئيس لجنه الحكام بالاتحاد الانجليزي السابق يقول لك الهدف تسلل. جاري نيفل باك رايت التاريخي لمانشستر يونايتد، واحد من افضل المحللين في سكاي سبورت اللي كان بيلعب لمانشستر يونايتد وكابتن مانشستر يونايتد، يقول لك بصراحه لو الكره دي جت فيها جون انا كنت هتضايق، يعني كنت هقول كلام تاني. يجي الديلي مي وجرايد جامده جدا في بريطانيا تقول لك كره تسلل. يجي نفسه راشفورد نفسه يقول لك انا كنت بجري ورا الكره عشان احميها. تقارن كرة اللي بالبنيه في سامسون بتاعه قفشه اللي قال لك خد 20 غرزه، يعني 20 غرزه في حاجبه. الله يا جدعان، ده 20 غرزه دي قد كده، 20 غرزه قد كده، يعني هو كده خد كده 20 غرزه كده، يعني الحته دي 20 غرزه، 25 غرزه الحته دي حاجه. ويقول لك دي بنالتي، الناس تطالب انها بنالتي. وبتاعه سامسون محدش يتكلم، مفيش مقارنات، هي مقارنات ضد الزمالك بس، ضد الزمالك بس فقط، او ضد راي خالد الغندور. بس اللي يجي ابو تريكه يتكلم نسكت، ما نتكلمش خالص. يعني ابو تريكه يقول لا اسكت ما تتكلمش، تمام. فمن الواضح انا بقولها لكم، انا بصراحه بقولها لكم منتهى الصراحه، انا بشتغل في قناه الزمالك حبا في نادي الزمالك واحتراما لمجلس الاداره والرئيسه المستشار مرتضى منصور. انا عادي بقى له شهرين منتهي وانا مكمل لغايه نهايه الشهر دوت، الله اعلم انا ممكن اكمل او امشي. لكن بصراحه الواحد زهق من الاعلام ومن الطريقه، من الاسلوب، ومن كم الشتائم اللي الواحد بيتعرض لها عشان بيقول الحق وبيتكلم بما يرضي الله. هي لو المبادئ والقيم دي احسن ابعد عن الاعلام وابعد عن قناه الزمالك وابعد خالص، لان بجد الواحد قرف من هذا الاسلوب الغريب والعجيب في قنوات عامه، وتيجوا انتوا تلومونا واحنا في قناه فئويه، وغيرنا بيعمل بلاوي في قناه النادي الاهلي ومحدش بيكلمه ولا حد بيفتح بقه معاهم. لكن الواحد بجد زهق. لو الاعلام بالمنظر ده، الاعلام الرياضي بالمنظر ده، طرف واحد ندوس على نادي واحد، نخلص على نادي واحد، يبقى بلاها اعلام.